يا دوبك نزلت فيديو بتاع احسن اضاءة للميكروسكوب بتاع صيانة الموبايل. لقيت حد بيسألني سؤال حلو جدا وحبيت ان انا اجاوب عليه في فيديو عشان الكل يستفيد منه. هو ليه لما بنميل بوردة الموبايل تحت الميكروسكوب بتبان الوانها جميلة، ولما بنخليها مستوية الصورة بتبقى واضحة لكن الالوان بتضيع؟ ده بسبب ان الاضاءة بتعمل انعكاس في العدسة بتاعت الميكروسكوب، فما بتشوفش الالوان كويس، بتشوف التفاصيل لكن ما بتشوفش الالوان كويس. لكن لما تميل البوردة الشعاع بتاع الاضاءة بينعكس خارج مجال رؤية العدسة بتاعت الميكروسكوب، فبتشوف اضاءة انعم على البوردة، فالالوان بتبان احسن. ودي ميزة الجوس نيك لايت بتاع الميكروسكوب. ده هحاول احط لكم صوره هنا ليه. ده بتبقى اضاءه عباره عن دراعات عامله كده، بتتحكم فيها انت، بتتحكم في الزاويه بتاعتها وبتسلطها زي ما انت عايز. دي بتديك رؤيه يعني او اضاءه شكلها احلى او صوره شكلها احلى للبورده. لكن احنا اللي يهمنا الرؤيه، ان الرؤيه تكون كويسه. كتصوير وكالوان فعلا الجوس نيك اللي هو رقبة البجعة، هي شبه رقبة البجعة، بيدي إضاءة في التصوير أحلى كتير وبيطلع ألوان البوردة شكلها أحلى. وكمان الميكروسكوبات الديجيتال اللي هي ما فيهاش عدسات دي برضو، عشان دي تعتبر كأنها كاميرا مع عدسة غير الميكروسكوب البصري، فبتطلع جودة ألوان أحلى. لكن كصيانة احنا لازم نستخدم الميكروسكوب البصري، ما ينفعش نستخدم الميكروسكوب الديجيتال. في ناس بتستخدمه لكن مش هو ده الصح.